فرح كروان مشاكل باظ، تليفوناته اتحرقت، وعربيته اللي حيلته اللي ملوش غيرها عكازه زي ما قال اتحرقت ولعت. كروان مشاكل بعد ما فرحه خرب واتكسرت القاعة وكانوا ضاحكين عليه وقالوا ان الفرح متأمن والدنيا تمام واعزم براحتك، وعزم جميع، بص، كل الناس اللي شغالة على السوشيال ميديا عزمهم حضروا الفرح ده، وناس من الشارع وناس من هنا، وكل جاي بقى يحضر يتصور مع فنانين ويتصور مع ممثلين. كان في ناس كتير حاضرة الفرح، يمكن صحابه هما اللي قدروا يتحكموا في الموضوع شوية، غير كده كان ممكن يموتوهم اصلا. وعربيته ولعت وتليفوناته اتحرقت. وبعد كده طلع في لايف، صحيح الذل وحش يا جماعة والله، والظلم وحش، بيعيط، راجل عريس بيعيط في اللايف وبيقول يا جماعة انا فرحي باظ وبيلتم على وشه، الخراب وحش، ربنا ما يكتبوش على حد وربنا ما يكتبوش عليكم. عمال يعيط ويقول انا فرحي باظ، عربيتي اللي حيلتي ولعت وتليفوناتي ولعت. انا عمال اقول لهم اطلبوا الشرطة اطلبوا الشرطة، انتوا عايزين مني ايه؟ كان في حد عايز يبوظ له الفرح. في ناس بتجري ورا الترند وهمها الترند، ومش همهم ان هم يبوظوا فرح حد عادي. ممكن يموتوا حد عشان يطلعوا ترند، ممكن يسرقوا حد عشان يطلعوا ترند، يخبطوا حد بعربية عشان يطلعوا ترند، يبوظ حاجة لحد ويوقف له حاله عشان يطلع من وراه ترند. بقى في هوس اسمه هوس الترند، يودي الناس في داهية، يخليك تعمل اي حاجة عشان توصل. الحياة مش كده، عمر الشهرة ما كانت كده، عمرها ما كانت بمصايب الناس. سيبه كل واحد في حاله. كرم مشاكل ده من يوم ما طلع وهو محتوى الناس، هو محتوى الناس حرفيا. الناس عاملاه محتوى تقعد تتكلم عنه، يوقعوا في غلطات عشان خاطر يعملوا عليه برامج. لحد ما يا جماعة، احنا ليه كده؟ ليه وصلنا للطريقة دي؟ بقى في جشع وفي طمع، كل واحد بيحب نفسه زيادة عن اللازم. ليه ما نفرحش لغيرنا؟ ليه نروح الفرح نتزاحم ونتخانق ونكسر في القاعة ونشيله ونغرمه؟ بس اقول لكم حاجه، الجميل في الموضوع ده كله انه بعد ما فتح لايف بالليل وقعد يعيط والكلام ده، جاب هدايا بكام؟ هدايا ب500,000 جنيه، يعني بنص مليون. ممكن تعوضوا حاجه من اللي خسرها. ربنا ما يخسركوش اي حاجه يا رب. لو اول مره تشوفوني اعملوا اشتراك ولايك وصلوا على في الكومنتات، واكتب في الكومنتات ايه رايك في اللي حصل ده، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.